غبار الحجر الجيري يملأ الأجواء في مدينة منف. حور يقف عند حافة ورشة البناء يراقب حركة العمال. عامل يضع يده على فكه يتوقف عن رفع الحجر ثم يرتجف فجأة. عامل آخر يسقط المطرقة النحاسية من يده، يضغط بلسانه على لثته ووجهه ينقبض من الألم. الأصوات في الموقع تتداخل، صرير الأدوات، هتافات المشرفين، وصوت أنفاس العمال المتسارعة. حور يخطو خطوة للأمام، يراقب ارتجاف أيدي البنائين، يرى كيف يمنعهم الألم من إكمال مهامهم. لا أحد يصرخ، لكن العيون تشير إلى المعاناة. حور يلمس بيده جدار المعبد القريب، يراقب تراكم الحجارة التي توقفت عن الصعود. هو يعلم أن توقف أيديهم يعني توقف الزمن في قلب هذه المدينة. يشد حور قبضته، يراقب كيف ينسحب عامل إلى الظل، يضع رأسه بين يديه ويهز جسده ذهابا وإيابا. حور يراقب كل حركة، كل رعشة، وكل توقف اضطراري. المسؤولية تضغط على كتفيه كحمل الحجارة الثقيلة. العمال يتألمون والعمل يتأخر، وحور يقرر أن الصمت لم يعد خيارا متاحا في وجه هذا الوجع. استدار حور وغادر ساحة العمل بخطوات سريعة. دخل إلى غرفته الخاصة في المعبد، حيث تتراص لفائف البردي على الرفوف الحجرية. وضع يده على سطح طاولة خشبية خشنة وأزاح كومة من الأوراق جانبا. أخرج قلما من القصب وغمسه في محبرة سوداء، ثم بدأ يخطط على الورق. رسم حور دوائر وخطوطا متقاطعة يضع فيها احتمالات لمواد طبيعية قادرة على وقف النزيف. لم تكن مجرد أفكار، بل معادلات يبحث فيها عن التوازن بين الملح والنعناع. رفع حور رأسه، نظر إلى نافذة الغرفة المطلة على ورشة البناء، ثم عاد إلى الورق بتركيز أشد. يده تتحرك بسرعة، يكتب، يشطب، ثم يكتب مجددا. وضع جانبا لفافة قديمة وفرد أخرى جديدة، وبدأ في تدوين نسب المكونات بدقة. عقله يعمل كآلة، يحلل مسببات الألم ويضع خطة المواجهة. في تلك الغرفة تحول القلق إلى تصميم علمي صارم. سحب حور خيطا ليربط البردي وأحكم إغلاقه بقوة، معلنا بداية رحلة البحث عن الترياق. لم يعد الأمر مجرد مراقبة، بل بدأ حور في صياغة الحل الذي سيعيد للعمال قدرتهم على إتمام البناء دون توقف. خرج حور من المعبد متجها نحو النيل، ترافقه شمس الصباح المتوهجة. وصل إلى الضفاف حيث تترسب الأملاح البيضاء بفعل تبخر مياه النهر. جثى حور على ركبتيه وغرس أصابعه في الطين الجاف يقلب التربة بحثا عن بلورات الملح. يده تتحرك بعزم، يجمع الحبيبات الخشنة المتناثرة بين الشقوق الصخرية. يشعر بخشونة الملح تحت أنامله، يفرك المادة بين كفيه ليتأكد من نقائها. يضع حور يديه في الماء، يغسل الطين العالق، ثم يرفع كفا مليئة ببلورات الملح المتلألئة. يرفع نظره نحو الأفق، يراقب حركة المياه المستمرة، مستمدا من ثبات الطبيعة يقينه بقدرة هذه المكونات على الشفاء. يجمع الملح في كيس من الكتان، يربطه بإحكام، ويشعر بثقل المادة في يده كأنها وعد بالراحة للعمال. ينهض حور، ينفض الغبار عن قدميه، ويتفحص الكيس مجددا. يخطو بخطوات واثقة عائدا نحو المعبد، والرياح تداعب ملامحه الجادة. كل حركة قام بها كانت استجابة مباشرة لنداء الألم الذي سمعه في الورشة، وكل ذرة ملح جمعها تمثل حجر الأساس في تركيبته القادمة. الطبيعة هنا ليست مجرد مشهد، بل هي صيدلية مفتوحة تحت قدميه، وحور يغرف منها بتركيز لا يلين، مدركا أن قوة العلاج تكمن في جوهر هذه المواد الخام التي ينتزعها من الأرض. عاد حور إلى طاولته الحجرية، وضع كيس الملح جانبا، وأخرج حبات الفلفل الأسود الصلبة. وضع حبات الفلفل في هاون حجري ثقيل، وأمسك بمدقة حجرية بيده اليمنى. بدأ حور بالضغط على الحبات، يطبق بقوة عضلات ساعده ليجبر القشرة القاسية على التصدع. صوت احتكاك الحجر بالحجر يتردد في أرجاء الغرفة، إيقاع رتيب يزداد سرعة. يضغط حور بكل ثقله، يلف المدقة في دوائر محكمة، يحاصر حبات الفلفل في قاع الهاون.
تتطاير ذرات صغيرة من الغبار الأسود، يستنشق حور رائحته النفاذة، لكنه لا يتوقف. عيناه مثبتتان على قاع الهاون، يراقب تحطم الحبات الكبيرة إلى شظايا أصغر، ثم إلى مسحوق خشن. يرفع المدقة، يمسح العرق عن جبينه بظهر يده، ثم يعاود الطحن بضغط أشد. تحت ضرباته المتتالية بدأت الحبات تفقد صلابتها وتتحول تدريجياً إلى غبار داكن وناعم. يفرك حور المسحوق بين إبهامه وسبابته ليختبر ملمسه، يجد بقايا خشنة فيضغط عليها مجدداً بحركة دائرية سريعة. لم يعد الفلفل حبات متماسكة، بل صار مادة مطواعة تحت إرادته. يجمع حور الغبار الأسود من جوانب الهاون، يجمعه في المركز، ويضغط للمرة الأخيرة بتركيز مطلق. الآن أصبح المسحوق ناعماً كالهباء، جاهزاً للخطوة التالية في معادلته الطبية. تنفس حور بعمق، ونظر إلى النتيجة التي حققتها يداه، مدركاً أن قوة العلاج تكمن في هذا التحول القسري للمادة الخام. استدار حور نحو رفوف المعبد الخشبية، تناول حفنة من أوراق النعناع المجففة، كانت خضراء داكنة وهشة بين أصابعه. سحقها ببطء فوق الهاون، لتتصاعد رائحة عطرية باردة تكسر حدة الفلفل الأسود. لم يكتف بذلك، بل أخرج من صندوق صغير أزهار السوسن المجففة، بتلاتها زرقاء شاحبة وناعمة كالحرير. وضعها فوق المسحوق الأسود والملح، وبدأ يقلب المزيج ببطء باستخدام ملعقة خشبية صغيرة. يراقب حور كيف تندمج الأوراق المهروسة مع الغبار الرمادي. يضغط بالمدقة بحركات خفيفة دائرية، يمزج المكونات حتى تلاشى اللون الأسود الفاقع، وحل محله لون رمادي فاتح يتخلله بريق أخضر وبقايا بتلات زرقاء. يرفع الملعقة، يسكب المسحوق في وعاء فخاري صغير، يميله يميناً ويساراً ليتأكد من تجانس الخليط. قوام المسحوق الآن أصبح ناعماً، متماسكاً، وله رائحة عطرية نفاذة تملأ أرجاء الغرفة. لم يعد مجرد مسحوق خشن، بل صار تركيبة طبية متكاملة تجمع بين قوة الملح المطهر، وحرارة الفلفل المحفزة، وبرودة النعناع المهدئة، ونعومة السوسن. يضع حور الوعاء على الطاولة، يمسح بقايا المسحوق عن أطراف أصابعه وينظر إلى عمله بتمعن. لقد حول المواد الخام إلى ابتكار طبي يجمع بين الفائدة العلاجية والجمال العطري، مستعداً الآن لاختبار قوته الحقيقية على أجساد العمال. حمل حور الوعاء الفخاري بين كفيه، وشعر ببرودة الفخار تحت أصابعه. خرج من المعبد بخطوات ثابتة، متجهاً نحو ورش البناء حيث يتردد صدى المطارق على الحجر. بمجرد ظهوره، خفت حدة الضجيج تدريجياً. توقف العمال عن العمل، ورفعوا رؤوسهم نحو حور، عيونهم تلاحق حركاته بفضول حذر. ساد صمت مطبق في الموقع، لم يقطعه سوى صوت الرياح الجافة التي تثير الغبار من تحت الأقدام. تقدم حور وسط صفوف العمال، يمسك الوعاء بإحكام. توقف أمام أحد العمال الذي كان يضغط بيده على فكه، يميل رأسه بوضعية توحي بوجع مستمر. نظر حور إلى العامل مباشرة، كانت ملامح وجهه مشدودة من الألم. لم يقل حور شيء، بل أشار بيده ليفتح العامل فمه. تراصى العمال من حولهما، يراقبون المشهد في صمت، والتوتر يتصاعد في الهواء كخيط مشدود. اقترب حور أكثر، وبدأ يغمس طرف إصبعه في المسحوق الرمادي الخشن. كانت اللحظات تمر ببطء شديد، وكل عين في المكان مثبتة على حركة يد حور. توقف حور للحظة، يراقب تضاريس لثة العامل الملتهبة، بينما كان العامل يحبس أنفاسه، متأهباً لما هو قادم. في تلك اللحظة، لم يعد هناك سوى حور والعامل، وذلك المسحوق المجهول الذي يحمل بين ذراته وعداً بالشفاء. ساد سكون ثقيل، يسبق اختباراً سيغير طبيعة الألم الذي يعاني منه هؤلاء البناؤون للأبد. بدأ حور حركته ببطء، غرس طرف إصبعه المغطى بالمسحوق الرمادي في لثة العامل الملتهبة. ضغط بقوة، محركاً إصبعه في مسارات دائرية دقيقة فوق الأنسجة المنتفخة. في تلك اللحظة، اتسعت حدقة عين العامل، تقلصت عضلات فكه فجأة، وارتجفت يده التي كانت تسند وجهه.
مع تغلغل حبيبات الملح والفلفل الحادة في اللثة، انكمش وجه العامل وبرزت عروق عنقه تحت ضغط الألم المفاجئ. بدأت دموع ساخنة تنساب من عينيه، تاركة أثراً لامعاً على وجنتيه المغبرتين. لم يصرخ العامل، بل حبس أنفاسه بقوة حتى أحمر وجهه، بينما استمر حور في التدليك ضاغطاً على المناطق الأكثر التهاباً. تلاحقت أنفاس العامل بشكل مسموع، وارتجف جسده كاملاً تحت وطأة اللسعة القوية التي اخترقت فمه. كان الألم جسدياً، صريحاً ومباشراً، يجعل كل عضلة في وجه العامل تتشنج في مقاومة غريزية. تساقطت قطرات من العرق على جبهته، بينما كان حور يواصل الضغط، محولاً المسحوق إلى كتلة رطبة تمتزج بالدماء الخفيفة التي بدأت تظهر عند حواف اللثة. كان المشهد في الموقع متجمداً، العمال يراقبون بصمت، عيونهم تترقب النهاية، بينما كان العامل يصارع لسعة المسحوق التي تغلغلت في أعماق جرحه. في لحظة بلغت فيها حدة الألم أقصى درجاتها، محولة الترقب إلى مواجهة صريحة مع الوجع، رفع حور إصبعه عن لثة العامل، تاركاً إياه يلهث بحدة. تراجع العامل خطوة إلى الوراء، ممسكاً بفكيه بكلتا يديه، ثم اندفع بلهفة نحو حافة النهر القريبة. انحنى بجسده وأطلق صوتاً مسموعاً وهو يبصق بقايا المسحوق الرمادي الممزوج باللعاب والدماء الخفيفة في مياه النهر الجارية. تلاشت البقايا في التيار بسرعة، بينما استمر العامل في تنظيف فمه. غرف كفاً من ماء النهر البارد، وأدخل له إلى فمه، ثم تمضمض بقوة. كان صوت تلاطم الماء داخل فمه يتردد في أرجاء المكان. أخرج الماء من فمه، وكرر العملية مرة ثانية، ثم ثالثة، بينما كان حور يراقب كل حركة بدقة. توقف العامل عن المضمضة، واستقام في وقفته، يمسح فمه بظهر يده. كانت عيناه لا تزالان محمرتين من أثر الدموع، لكنه ظل ثابتاً في مكانه. ساد صمت مطبق، العمال المحيطون حبسوا أنفاسهم، يراقبون وجه العامل الباحثين عن أي أثر للوجع أو الراحة. كانت الأرض تحت أقدامهم صامتة، والرياح توقفت عن العبث بالرمال. وقف العامل يحدق في الفراغ، يختبر بلسانه موضع الألم السابق. لم تكن هناك حركة بعد، لم يكن هناك تعبير واضح على وجهه. كانت تلك لحظة الحقيقة المعلقة بين نجاح الابتكار أو فشله التام، حيث توقف الزمن عند حدود تلك اللثة التي خضعت للتجربة القاسية قبل لحظات. بدأ العامل يفتح فمه ويغلقه ببطء. في البداية تحرك الفك بحذر، ثم زادت وتيرة الحركة. لم يعد هناك انقباض في العضلات، ولم تظهر تلك التجاعيد التي كانت ترتسم على وجهه من الألم. حرك العامل فكه يميناً ويساراً، ثم ضغط على أسنانه بقوة دون أن يرتجف. اتسعت عيناه في دهشة، ونظر إلى حور الذي كان يراقب كل تفصيلة في وجهه. استقام العامل في وقفته، وأخذ نفساً عميقاً، ثم ابتسم. لم تكن ابتسامة عابرة، بل تعبيراً عن راحة جسدية كاملة. رأى حور في تلك اللحظة نجاح تجربته. ارتخت ملامح حور، وظهرت إشراقة في عينيه. لم يكتف بالوقوف، بل أشار بيده إلى بقية العمال المتجمهرين. بدأ حور بتوزيع المزيج على الجميع. أخذ كل عامل حصته من المسحوق الرمادي بيدين مرتجفتين من الترقب. رأى حور كيف بدأ العمال يستخدمونه، يدلكون لثتهم بنفس الطريقة التي تعلموها. مع حلول المساء، كان الموقع يضج بحركة جديدة، حيث اختفت شكاوى الألم التي كانت تعطل العمل. شعر حور بنشوة غامرة، فقد تحولت التجربة من ألم حاد إلى صحة جديدة تتدفق في عروق البنائين. كانت تلك بداية حقبة جديدة في ورش البناء، حيث صار الفم السليم جزءاً من قوة العامل وعزيمته، وحيث أثبت العلم أن المكونات البسيطة يمكن أن تبني ما هو أكثر من الأهرامات. انسحب حور من ضجيج الورش نحو هدوء المعبد. في الداخل، كان ضوء المشاعل يرقص على الجدران الحجرية. جلس حور خلف طاولة خشبية، يراقب مساعده وهو يغمس قلم القصب في وعاء الحبر الأسود. كان المساعد يخط الرموز بعناية على لفافة البردي الممتدة أمامه. راقب حور حركة اليد، كل خط، كل زاوية، وكل رمز كان يمثل سر المزيج الذي أنهى معاناة العمال.
لمس حور حافة البردي كان ملمسها خشناً، لكنها تحمل في طياتها علماً سيصمد طويلاً. في تلك اللحظة لم يعد حور يرى مجرد مسحوق للثت، بل رأى إرثاً يمتد عبر الأزمان. تتبع بصره الحروف وهي تتشكل تحت ضوء الشموع، وتخيل الأجيال القادمة وهي تقرأ هذه الوصفات وتفهم كيف واجه أجدادهم آلامهم. شعر حور بثقل المسؤولية، لكنه شعر أيضاً بانتصار الفكر. وضع يده على لفافة البردي وأغلق عينيه للحظة، مستشعراً صدى أصوات العمال الذين سيعملون غداً بابتسامة دون ألم. كان المعبد صامتاً إلا من صوت احتكاك القصب بالبردي، وهو صوت يكتب فصلاً جديداً في سجل المعرفة المصرية. ستبقى هذه اللفافة شاهداً على أن العبقرية لا تكمن في البناء الضخم فحسب، بل في تلك التفاصيل الصغيرة التي تحفظ سلامة الإنسان. فتح حور عينيه ونظر إلى السماء من خلال فتحة السقف، مدركاً أن اسمه وما حققه اليوم سيظل محفوراً في ذاكرة الزمن.